لو معاك 5 جنيه يبقى لازم تعمل العشاء الجامد ده. شايف ولا الجبنه بتشد ازاي؟ كل اللي عليك يا معلم هتجيب رغيف عيش بلدي عادي جدا وتنزل عليه بشويه لانشون وشويه مخلل صغيرين وشويه جبنه من اللي بتشد ديت اسمها موتزاريلا باين. هتقفلها بالطريقه دي كانك عملت كده رغيف الشاورما في البيت يا معلم، وتعمل برضو الرغيف التاني بنفس الاسلوب، لانشون ومخلل وشويه جبنه موتزاريلا، وتلفها يا معلم بالاسلوب ده كانك بتلف رغيف الشاورما بتاعك. هتجيب بعد كده طاسه الجريل بتاعت امك الجميله وتنزل عليها بشويه زيت صغيرين وتقعد تدهن فيها بالطريقه دي. بعد كده تنزل برغيف العيش بتاعك تحمصه لغايه ما يوصل للون ده. بعد كده يا معلم تقطعه. شايف ولا الجمال؟ وانا بس كنت جاي اقول لك لو معاك 20 جنيه يبقى لازم تعمل الطاسه الجامده دي. كل اللي عليك يا معلم هتجيب طاسه امك الجميله وتنزل عليها بمعلقه زبده وتنزل بمعلقه دقيق يا معلم، وتقعد تقلب التقليبه الخطيره لغايه ما الدقيق يتحمر معاك. بعد كده تنزل بكوبايه لبن يا معلم وتقعد تقلب تاني لغايه ما تحس ان هو تماسك بالطريقه دي. وتجيب بعد كده يا معلم حتتين جبنه نستون وتنزل في الطاسه بتاعتنا عليهم حتتين جبنه تركي او جبنه رومي. تقلب يا معلم. بعد كده يا معلم هتنزل بالموتزاريلا بتاعتنا يا معلم، لو لقيتها عندك في البيت نزلها. البهارات بتاعتنا ما تنساش ملح وفلفل ولون اصفر يا معلم، وتقعد تقلب التقليبه دي لغايه ما يوصل للقوام ده. وعلشان نعمل البان سوسو في البيت يبقى لازم تجيب الطاسه بتاعتك يا معلم وتنزل بالبسطرمه بتاعتك على الزبده بتاعتنا. اول ما البسطرمه تتشوح معاك تنزل بصوص الجبنه اللي احنا عملناه. عايز اقول لك ان المنشن التاني عندك هيعزمك على الاكله الجامده دي، البان سويسرا في البيت او البان سوسو زي ما انا بقول. شايف ولا الجمال والدلال؟ وبكده نكون جبت لك اسكندريه في البيت. وانا بس كنت جاي اقول لك